يا اخي يعني على طول بنسمع اللي هو حدد بقى اهداف السنه الجديده والجو ده، وبنسمعه على انه كلام كليشيه قوي يعني، والناس بتقوله كتير وبتاع ومحدش بيعمله. لما جيت افكر حسيت ان احنا بنعمله فعلا بس مش بناخد بالنا، وعشان مش بناخد بالنا غالبا بنطلع في الاخر بعد ما السنه بتخلص مش محققين حاجه بسطانه قوي، ونقول ايه ده هي السنه لحقت تخلص وبتاع وايه ده انتوا كروتونا. فالفيديو ده من واحد شايف الموضوع ده كليشيه قبل كده بجد، وحس اللي هو يا جماعه بقى فكوكوا بقى من حوار بقى حدد اهدافك واجري ورا اهدافك، وحدد بقى لنفسك اهداف السنه الجديده وشوف في اخر السنه مش عارف ايه والجو ده. بس بجد هو الموضوع فعال جدا. ليه؟ هناقشك دلوقتي وهنتناقش للصبح، وهقول لك ازاي فعلا تحدد اهداف حقيقيه للسنه الجديده اللي هي في حالتنا دلوقتي 2024 اللي احنا داخلين عليها. طبعا ممكن تكون بتتفرج على الفيديو ده في اي سنه من السنين يعني، بس انا بعمله دلوقتي في بدايه او قبل ما نبدا 2024. هنتناقش بقى في كل حاجه ليها علاقه باهداف السنه الجديده وازاي تشوفها. وبجد يا جماعه احنا كلنا بنحددها من غير ما ناخد بالنا، فخلينا بقى ناخد بالنا مره يمكن الموضوع يفرق. قبل ما نبدا السنه الجديده وقبل ما نبدا الفيديو، يا ريت تعمل لي سبسكرايب او تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ويا ريت كمان تعمل لايك للفيديو يعني كهديه للسنه الجديده يا سيدي، واتفرج على الفيديو للاخر، ولو ما عجبكش تقدر تعمل ديسلايك عادي. مبدئيا انا هقول لك سريعا جدا على 7 حاجات تقدر تفهم بيهم فكره الاهداف دي وازاي تحدد اهدافك بشكل احسن وتوصل لها ان شاء الله. اول حاجه في ال7 حاجات دي هي ان انت تبص كده وراك على السنه اللي فاتت. مهم جدا نتعلم من التاريخ يا جدعان. غالبا انت هتكون واحد من ناس كتير قوي قال لك ايه ده السنه عدت وما عملتش اللي انا عايزه، ايه ده السنه عدت وايه ده انا ما عملتش حاجه اصلا، انا مش عارف انا عايز ايه. هو انا قلت من الاول انا عايز ايه؟ لا انا ما قلتش، فانا مش عارف انا عايز ايه، بس انا ما عملتش حاجه. حسيت ان السنه اتكروتت كده وفي سنه عدت من حياتي من غير ما انجز انجاز اقدر افتكر. فانا عايزك بقى تبص على السنه اللي فاتت دي وتبص على السنه اللي عدت وتشوف انت اصلا خدت خطوات في ايه بالظبط. هو انت عملت ايه وما نجحش، او عملت ايه ونجح وانت مش فاكره؟ راجع نفسك فيها كده شويه عشان ده هيوضح لك شويه هو انت عايز تعمل ايه بالظبط. هو انت اصلا ماشي وبتحط مجهود ووقت في ايه؟ ممكن تكون بتحط مجهود ووقت في حاجات انت مش عايز توصل لها على فكره، وارد جدا عادي، من الروتين اليومي، من حاجات بنضطر نعملها، من حاجات بنعملها واحنا زهقانين، من حاجات بنعملها اصلا من غير ما نقصد واحنا مش واعيين من اساسه. في كميه حاجات انت بتعملها في يومك، فانت عندك في السنه 365 يوم. حاول كده تراجع نفسك على السنه القديمه وتشوف هو ايه اللي حصل بالظبط. تاني بقى خطوه هتخش عليها ان انت تحدد اولوياتك. انت شفت السنه اللي فاتت ايه اللي حصل؟ هتلاقي نفسك تقريبا بذلت مجهود في حاجتين 3 4 ايا كان هما ايه. حدد بقى اولوياتك فيهم. هو انت عايز توصل لايه فيهم بالظبط؟ ايه اولوياتك في الحاجات اللي انت بذلت فيها مجهود دي؟ طب انا عايز اوصل لده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده. ايا كان، هنفترض ان انت بتعمل 4 حاجات، في 4 حاجات انت عملتهم السنه اللي فاتت وبذلت فيهم مجهود. ايا كان انت وصلت فيهم لايه، ممكن تكون ما وصلتش لحاجه عادي. انا بالنسبه لي مثلا اشتغلت على قناه اليوتيوب دي، حاولت اعمل فيها فيديوز كتير. اشتغلت على نفسي في الباسكت عشان انا اصلا بلعب باسكت، فرجعت العب باسكت تاني السنه اللي فاتت وحاولت ارجع لنفسي وارجع لمستوايا تاني. اشتغلت في شركه كويسه انا كنت عايز اشتغل فيها قبل كده. طب انا بذلت مجهود في ال3 حاجات دول، انا بقى ايه اولوياتي فيهم؟ اقدر اقول لك ان انا دلوقتي اولوياتي هي الشغل علشان دي اهم حاجه اللي بناكل بيها عيش دلوقتي يعني، وتاني حاجه اليوتيوب، وتالت حاجه الباسكت. او اليوتيوب والباسكت ممكن يكونوا زي بعض. طيب ماشي، انا حددت اولوياتي، اقدر اعمل ايه بعد كده؟ ده يدخلنا على الخطوه الثالثه، وهي ان انت تحدد الاتجاهات اللي في حياتك. يعني ايه تحدد الاتجاهات اللي في حياتك؟ مثلا انا دلوقتي قلت لك المثال بتاعي ان انا دلوقتي اشتغلت على 3 حاجات. هل ال3 حاجات دول يعطلوا بعض، او هل ال3 حاجات دول في نفس الاتجاه ولا اتجاهات مختلفه؟ انا بالنسبه لي ال3 حاجات دول اتجاهات مختلفه، كلهم بيجيبوا فلوس لكن كلهم حاجات مختلفه، فمفيش حاجه هتشوشر على حاجه. انا لو عندي وقت اعمل ال3 يبقى ال3 هيفضلوا يتعملوا وهيفضلوا اهداف عندي ومش هيأثروا على بعض. فانا بالنسبه لي دلوقتي عندي 3 اتجاهات في حياتي، هي الشغل واليوتيوب فيديوز اللي انا بعملها والباسكت. هي دي ال3 اتجاهات واللي انا هفضل محافظ عليها. خلي بالك هو انا دلوقتي مش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا بعمل ال3 دول؟ اكيد بعمل، اكيد بخرج. عامه انا كمان بشتغل فويس اوفر وبشتغل حاجات تانية كده قليله جدا فريلانس. فاللي هو في حاجات تانية بتتعمل في السنه عموما، بس مش دي اولوياتي. انا دلوقتي حددت اولوياتي وحددت 3 حاجات انا عايز اركز فيهم، و3 اتجاهات عايز اركز فيهم. اي اتجاهات تانية بقى عادي، دي مش اولويه، ممكن تيجي ممكن ما تجيش، وهحافظ عليها برضو، هتلاقيني بعملها. خصوصا بالنسبه لي الفويس اوفر دي حاجه مهمه جدا. بس انا حددت ال3 اتجاهات بتوعي: شغل، رياضه، فريلانس. ده يدخلك على رابع حاجه، ان انت بقى تحط اهداف لنفسك في الحاجات دي كلها. وضروري جدا الاهداف دي تكون اهداف ذكيه. يعني ايه اهداف ذكيه؟ يعني اهداف سمارت. مش قصدي اقول لك بديهيات، بس سمارت دي اللي هي SMART، دول حروف بيكونوا 5 كلمات لازم تكون في الهدف بتاعك علشان يبقى هدف ذكي. هندي مثال مثلا على اليوتيوب شانل اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي. انا دلوقتي عندي تقريبا داخل على 14000 سبسكرايبر او 14000 مشترك يعني، فانا في بدايه السنه دلوقتي، بس انا عايز
هدفي على اخر السنه يكون عندي 50,000 سبسكرايبر على الاقل. ابقى انا كده حققت اول حاجه في فكره ان الهدف يكون ذكي او سمارت، ان الهدف سبيسيفيك محدد، مش اللي هو انا عايز يبقى عندي مشتركين كتير وخلاص. انا كده ده هدف مش محدد. طيب انا لما حددت بقى ان انا عايز اخر السنه يكون عندي 50,000 سبسكرايبر، دي حاجه انا اقدر اقيسها، اقدر اجي اخر السنه اشوف انا جبت اصلا 50,000 سبسكرايبر وصلت لهم ولا لا. فده حقق لي تاني حاجه في كلمه سمارت، اللي هو اول حاجه سبيسيفيك، تاني حاجه الام بتبدا كلمه ميجربل، هو قادر ان هو يتقاس. فده هدف ميجربل، انا قادر ان انا اقيس انا وصلت ل 50,000 مشترك ولا لا. طيب انا دلوقتي عندي 14,000 مشترك، وبجد يا جماعه شكرا جدا ليكم، لاي حد يعني عمل سبورت للقناه دي، والحمد لله بفضل ربنا يعني انا لحد دلوقتي بيجي لي تقريبا في رينج 800 او 900 مشترك في الشهر، بس الرينج ده بيزيد مع الوقت. فهل منطقي بقى ان انا اوصل ل 50,000 سبسكرايبر في 12 شهر اللي هي السنه الجايه يعني؟ منطقي، ده اتشيفبل، دي حاجه اقدر اوصل لها، حاجه مفيش حاجه تمنع ان انا اوصل لها، بالعكس ده ممكن اوصل ل 100,000 و150 و200,000 عادي. فده اتشيفبل، ده وصلني لثالث حاجه في فكره ان انا احط جول او احط هدف سمارت، هدف ذكي، اللي هي الايه، ان هو يكون اتشيفبل، بتقدر توصل له. بعد كده نخش على رابع حاجه، ان هو يكون ريليفنت، يكون ليه علاقه اصلا باللي انا عايز اعمله، باللي انا عايز اوصل له. انا عايز اوصل لايه من ده؟ انا عايز اوصل لان انا ااثر في اكبر عدد من الناس بالحاجات اللي انا قادر اثر فيهم بيها او ان انا قادر افيدهم بيها، وفي نفس الوقت يجي لي فلوس كويسه. فالهدف اللي انا عايز اوصل له بيتماشى مع رغباتي هنا، فده ريليفنت ليا انا، ليه علاقه بيا. واخر كلمه اللي هي تي، اللي هو تايم باوند، اللي هو ليه وقت. من الاخر انا لما قلت عايز اوصل ل 50,000 سبسكرايبر ما قلتش عايز اوصل ل 50,000 مشترك وخلاص وسبتها كده، انا قلت عايز اوصل ل 50,000 مشترك اخر السنه دي، اخر 2024. فكده انا حددت لنفسي هدف ذكي اقدر اوصل له واقدر اقيسه واقدر اشوف انا يعني واصل لحد فين فيه. وده بقى يدخلنا على خامس حاجه، هو ان انت اصلا انت بتتكلم على هدف في سنه، صح؟ طب انت هتغمي عينيك كده وتشوف بقى اخر السنه انت وصلت لايه؟ محدش يقول كده طبعا. فانت لازم تقسم الهدف ده اهداف صغيره. بالنسبه لي لو انا برضو هقول 50,000 مشترك اخر السنه وانا عندي 14,000 دلوقتي فعايز 36,000 سبسكرايبر، هقول ان انا اول كوارتر او اول ربع في السنه اللي هو اول 3 شهور يعني انا عايز اوصل مثلا لايه 6,000 مشترك كمان، وتاني كوارتر عايز اوصل ل 10,000 مشترك زياده، وتالت كوارتر 15، وهكذا لحد ما اوصل للهدف الكبير بتاعي. بس الفكره ان انا اقسم الهدف الكبير بتاعي او الهدف بتاع اخر السنه لاهداف صغيره اقدر اقيسها، عشان احنا زي ما قلنا من شويه من اهم الحاجات اصلا في الهدف بتاعك ان هو يكون ميجربل، بيتقاس. فضروري جدا تقيسه كل بيريد من الوقت، ما تفضلش مستني كده ان انت بقى تشوف في الاخر او تقيسه في الاخر هو حصل اصلا ولا لا. طيب ده برضو يدخلنا على سادس حاجه تقدر تعملها، وهي اللي هتعملها بعد ما انت حددت هدفك وقسمته وعملت كل حاجه. انا عايز مثلا في اول كوارتر يجي لي 6,000 مشترك، لازم اعمل بقى حاجه اسمها اكشن بلان، لازم اعمل خطه لنفسي وانا عايز اعمل ايه علشان اوصل للهدف ده. اساسا انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج انزل كام فيديو في الاسبوع، مش برضو اللي هو بقى انا شغال كده ايه بالبركه وزي ما تيجي تيجي، ومره انزل فيديو مره ما انزلش، مره انزل 3 فيديوهات وهكذا. انا محتاج اكون محدد علشان التحديد ده هو اللي هيوصلني لنتيجه اساسا. فلازم احط بقى لنفسي خطه لاكشنز او لافعال معينه انا هعملها في السنه دي عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. وطبعا الهدف اللي انا عايزه ده اللي هو الهدف الصغير الاولاني علشان اوصل له، ولما اوصل له او لما اخلص الوقت بتاعه اشوف بقى انا وصلت لايه، واقيس شغلي او اقيس اللي انا عملته كده، اشوف انا عملت اللي انا عايزه ولا اقل ولا اكتر. وبعد كده ابص للهدف اللي بعده واحط برده اكشن بلان او احط خطه للحاجات اللي انا هعملها عشان اوصلها له. ويا ريت في الخطه دي بقى تكون اتعلمت من اللي حصل في اول كوارتر، في اول 3 شهور. انت لقيت ان اللي انت عملته او الخطه اللي انت عملتها جابت لك الهدف بتاعك ولا اقل؟ طب لو اقل انت محتاج تزود، لو اكتر خلاص انت كده ماشي تمام، وممكن تقلل كمان لو ده عامل عليك لود، وهكذا. المهم تكون فليكسبل او تكون مرن وانت بتعمل الخطه بتاعتك. عايز اقول لك بقى ان انا دلوقتي قلت سابع نقطه في وسط الكلام اللي انا قلته لك بس انت ما خدتش بالك، هي ان انت لازم على طول باستمرار تراجع على البروجرس او تراجع على شغلك. انت قسمت هدفك كبير لاهداف صغيره او اهداف اصغر علشان تعرف تراجع على شغلك وتعرف تعدل من نفسك اول باول. فضروري جدا تاخد بالك من الحته دي، ضروري جدا ما تفضلش عامي نفسك ومغمض عينيك لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها، اللي انت كده غالبا مش هتوصل لها، وهتلاقي السنه عدت وانت ما وصلتش للي انت عايزه وترجع تقول بقى ده انا ما وصلتش وده هدفي ما اتحققتش. فحاول تاخد بالك من الحاجات اللي انا قلتها لك دي، واعتقد بما انك اتفرجت على الفيديو لحد دلوقتي ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك لو انت ما عملتلوش لايك، ويا ريت تشترك في القناه كمان لو انت لسه ما اشتركتش. شكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي. سلام عليكم.